هذا عبد الله الشريف هذا هذا من بين الناس اللي هربوا من بعد ديك الثورة المضادة اللي دارها السيسي ودار الإبادة للإخوان في معتصم رابعة العدوية المؤسف اللي الناس تحرقوا فيها من طرف الجيش، من طرف جبهة الإنقاذ اللي داخلين فيها السلفيين، حزب النور داخل مع جبهة الإنقاذ، حرقوا وقتلوا خوتهم الإخوان المسلمين، ومن بعد جبهة الإنقاذ جرت عليهم قال لهم صلى الله عليكم. من بين النتائج ديال داك الشيء كاين شي وحدين باغيين يهضروا شويه، باغيين يحلوا فمهم ومن حقهم هو يهربوا لبرا وبقى يهضروا في الدوله ديالهم. يعني بحال دابا حنا عندنا دوك الخونه وهذوك اللي هربوا لبرا وبقاو يضربوا في البلاد. الا بغيتي الاصلاح ماشي غادي تمشي تخرج من المغرب وقدر في المغرب وقدر في المؤسسات ديال الدوله، لا واحد خلي هنا راه كاين كيفاش غدير الاصلاح. قبل ما تسخ الصوره ديالك مع الدوله وقدر في الدوله من برا، غير سكت صاحبي وبحث على الحلول، راه كاين حلول باش غدير الاصلاح. الا كنتي وطني اكثر من السياسيين راه يكفي انك غادي تخدم العقل ديالك وغادي تنفع الناس، ما تحتاج تمشي تخرج من البلاد وتقدر في الدوله والمؤسسات. ولكن هذا من بين اللي خرجوا عبد الله الشريف، وما بانت له غير هذه القضيه هذه ديال السبته باش يستغل. هذه طبيعيا حنا ما عندناش مشكل شي واحد يستغل واحد الازمه خرجت على السيطره، الله غالب ما عندنا ما نديرو. السياسه ديال الحكومه ديالنا هي اللي خلاتنا نتشوهوا مع العالم. هو دار واحد البرنامج، المهم انا قريت شويه كنت كنتبعو صراحه، كنت متبعو وكنحترمه، ولكن من خلال هذا المقطع اللي دار على المغرب انتهى، بان الحقيقه ديالو. ولا يشرفني كمغربي انني نسمع لهذا الشخص ولا نتبعو. نقدر نلقى شي نقطه فاش ننتقدوا الا غلط فينا كمغاربه. كنشوف غير من العنوان عبد الله الشريف حلقه ثابته محمد ستة. دابا غادي تكون في شي لغه اخرى ربما ديك ستة تكون منطقيه، ولكن في اللغه العربيه كيتسمى محمد السادس الله يحفظه. محمد السادس شنو بينك وبين المغاربه؟ شنو بينك وبين جلاله الملك؟ اش كلالك جلاله الملك؟ اش دالك جلاله الملك؟ حنا راه ماشي كنديروا محمد السادس الله يحفظه محمد ديك معلقه حدا ستة، لا صاحبي السادس، كيما كتهضر على دوك الملوك ديال بريطانيا وديال اسبانيا وكتقول السابع والسادس وداك 12 ولا ما عرف شنو. حتى هنا في المغرب راه عندنا محمد السادس. هذه اللغه العربيه، وكان شي لغه اخرى نقدر ما غاديش ننتقد، ولكن في اللغه العربيه سميتو محمد السادس الله يحفظه. دونك هنا غير من العنوان كتبان اهانه. ولكن الا دخل فيكم شي واحد المقطع غادي يسمع غيبقى يلقى ديك اخواتنا المغاربه اشقائنا المغاربه، لا اخوه بيننا وبين من لا يحترم ملكنا، لا اخوه ولا احترام بيننا وبين من يسيء لجلاله الملك، لا احترام ولا اخوه بيننا وبين اي كان اذا كان لا يحترم الشرفاء العلويين ولا يحترم جلالة الملك أو ولي العهد، لا احترام بيننا وبينه. باش نكون واضحين، تبغي تبغنا أشقائنا ما لسنا أشقاء، لسنا أشقاؤك. يكفي أنك فار رغم ديكتاتورية السيسي ورغم ظلم السيسي، إلا أنك فار وخائن لوطنك المصري. لا يشرفنا أنك تكون أو تصرح أو تصفنا بأننا أشقاؤك، لا يشرفنا ذلك. بأن تسيء لجلالة الملك لا أخوة بيننا وبينك، انتهى الأمر. لا يمكن بأن تتودد المحبة من المغاربة ما دام أنك أسأت لجلالة الملك. لا يشرفنا أن نستمع إلى هرطقاتك، إلى خزعبلاتك. يمكنك أن تتحدث عن من تشاء، عن المغرب، عن الجزائر، عن تونس، تحدث عما تشاء، ولكن لا يمكنك أن تسيء لجلالة الملك وتصفون بأننا أشقاؤك مغاربة. لسنا أشقاؤك، أشقاؤك من المغاربة بعدما أسأت لجلالة الملك فهم خونة مثلك. نحن المغاربة احترامنا للآخر يرتبط باحترامه لمؤسسات دولتنا على رأسها جلالة الملك. إذا كنت تحترم جلالة الملك وتحترم مؤسسة الدولة فمرحبا، نحن أشقاء. إذا كنت تسيء لجلالة الملك أو لمؤسسة الدولة فلست شقيقا لنا ولست أخا لنا، ولا يشرفنا أن نذكر اسمك أصلا.